صباح الرضا والّا مساء الرضا على حسب بقى يا بنات التوقيت اللي أنتم بتتفرّجوا عليَّ فيه، النهارده فيديو بقى تشجيعي إن شاء الله بإذن الله، بُصّوا تشجيع يعني تشجيع، شاركت معاكم النهارده إن شاء الله بإذن الله، بس أنتم عارفين أنا بادية الفيديو ده الساعة كام يا بنات؟ والله العظيم بعد صلاة المغرب، يعني صليت المغرب ودخلت على الأوضة بتاعتي، قُلت لأ كده الولاد مش موجودين كانوا برّه، فقُلت إن أنا هننتهز الفرصة بقى ونقوم كده إيه نخلّص اللي ورايا إن شاء الله بإذن الله، وما كانش ورايا حاجات كتير الحمد لله، كانت الشقة برّه إلى حدٍ ما تكون يعني إيه كويسة، بس المطبخ بقى مواعين العشا والكلام ده كلّته، وبرضه السرير كنا نايمين الضهر شوية، ومين زيي لسه ما غسلش الحفا وما غسلش البطاطين، أنا لسه ما غسلتش غير هو لحاف الأطفال فقط لا غير، أمّا باقي اللحفا وباقي البطاطين كسل بقى يا بنات كسل، لأ بس تشجيع بقى يعني تشجيع، هنتشجع معاكم يعني هنتشجع معاكم، فأنا قُمت الحمد لله، قُمت زي ما قُلت لكم صليت المغرب ودخلت على أوضتي بقى. قُلت اللي أنا هنرتّبها وننضّفها كده وحماس بقى وتشجيع ودي جابت دي ودي جابت دي، وأول ما بتبتدي في الشغل تبُصّي تلاقي بُصّي الكسل واللي على جسمِك كلّه ده بيروح أول ما تبدئي الشغل، طول ما أنتِ قاعدة بقى مستسهلة تقولي هنعمل دي بكرة، هنعمل دي بعده، فقُلت لأ، الولاد كده طلعوا تمام، ما فيش إلا أنا اللي موجودة في البيت، ما نقوم نشغّل الكاميرا ونقوم بقى ننضّف أوضة النوم ونطلّع الفرشة ونغيّر برضه الفرشة والكلام ده كلّته، مش هياخد منّي نُص ساعة طالما الولاد مش موجودين، لإن طبعًا أنتم عارفين يا بنات ده داخل، ده طالع، ده عايز، ده مش عايز، فاهمين؟ هُم في الوقت ده كانوا لسه بيلبسوا، يعني كنت لسه هنلبّسهم وهيمشوا. أمرايا اوعي تنسي اللايك والاشتراك لو أنتِ أول مرّة لسه تخشي القناة النهارده، إن شاء الله بإذن الله هتعجبِك. والله يا بنات عشان الفيديو يرفع معاكم إن شاء الشغل اللي أنتِ بتعمليه بالليل بيريحِك طول النهار طول النهار تاني يوم يعني. يعني أنا مثلًا دخلت المطبخ، غسلت المواعين، وكان عندي برضه فرخة كده تبّلتها عشان خاطر كنت عايزة نشويها تاني يوم، وحاجات بقى والله من ورا الكاميرا كتير، ودخلت برضه غسلت الحمام، وغسلت الحوض بتاع الغسيل، بُصّي عملت شغل كتير من ورا الكاميرا، أنا قُلت بس إن هنتشجّع معاكم ونتشجّع بيكم في الأوضة بتاعتي، أمّا بعد ما خلّصت الأوضة قُلت طَب ما ناخد الصالة، طَب ما ناخد الأنتريه، طَب ما ناخد الطرقة، شغّلت المكنسة الكهربائية مش شِلت الفرشة، لإن هي كانت نضيفة، يا دوبك رتّبت مكان الولاد بقى كانوا قاعدين ولاعبين واللعب وده كلّته، وبعد كده دخلت بقى على المطبخ بتاعي نضّفته برضه وشِلت بقى الأطباق، وكانت بُصّي المَيّة زي ما قُلت لكم الأيام ديّة بصراحة مش عارفة بقى هي مستقصدانا والّا إيه النظام، والله عمرها ما كانت كده يا بنات، فبتوقّف حالنا أنتم فاهمين قصدي يعني إيه، بتتكاسلي بقى، يعني المواعين دي بتنشال على دي بتنشال على دي، تيجي بالليل مثلًا تقعدي على ما تذاكري للولاد، تغيّري للولاد الكلام ده كلّته، الوقت بيعدّي تبُصّي اللي خلاص يعني جسمِك هَمَد ما أنتيش قادرة تقومي تخشي المطبخ، بس غصبٍ عني بنخش حتى لو ما دخلتش بالليل، بعد ما نصلي الفجر كده نخش نغسل المواعين بتاعتي، لإن أنا عارفة إن الصبح مش هتبقى فيه مَيّة، فده كلّته برضه فلازمًا بقى نتأقلموا يعني على الوضع اللي إحنا موجودين عليه، لإن طبعًا مش هتسيبي مواعينك هتروحي فين وتيجي منين وراكِ على المطبخ يا بنات زي ما قُلت لكم المطبخ أهم حاجة لو هو نضيف ومترتب ومتنظم، بتحسي إن يومِك كلّه فايق ورايق معاكِ كده وما أنتيش مكلكعة في نفسِك يعني. خلّصت الحمد لله، شِلت الفرشة بقى زي ما قُلت لكم، وقُلت بقى نجيب الكلوركس الألوان اللي زي ما إحنا متعودين ده للتنضيف بتاعي يا بنات لأوض النوم بتاعتي، كلوركس ألوان مع شوية مَيّة وخلاص على كده، وفوطة، أمّا بقى ما عنديش كلوركس ألوان بنحط نقطة صغيرة من البريل على معلقتين من الخل على مَيّة برضه ونمسح بيهم، هو ده التلميع بتاعي، غير بقى ملمع الخشب والكلام بقى اللي أنا كنت بنجيبه الأول خالص ده استغنيت عنه خالص، تكلفة على الفاضي ونفس برضه النتيجة والله العظيم، ما فيش أي تغيير. وخلّصت زي ما شُفتوا كده إن شاء الله بإذن الله، كنت عايزة برضه نشيل الcover بتاع المرتبة عشان نغسله، فلقيت اللي هو مش هيلحق ينشف لأن زي ما قُلت لكم اللي أنا يعني أنا بدأت الروتين من بالليل، فأنا طبعًا عايزة نفرش ملايات والكلام ده كلّته يا بنات، وهي بتحافظ جامد جدًا على المرتبة بصراحة من الولاد، فلقيت عليها كام بُقعة كده قُلت يعني بُقعة مش كتيرة يعني حاجة بسيطة، فقُلت لأ خليكِ بقى المرّة دي إن شاء الله بإذن الله كده التنضيفات اللي هي الكبيرة أهوّة إن شاء الله بإذن الله عليكم بخير، يعني أيام كده وهنبدأوا فيها طبعًا هنقول لا يا بنات مش هنغسل سجاد بصراحة، لأ مش هنغسل سجاد، الحاجة الوحيدة ممكن نغسل سجادتها بس هو المطبخ فقط لا غير، أمّا باقي السجاد أنا هنشيله وننفّضه وزي ما قُلت لكم بقى عايزة إن شاء الله بإذن الله لو ربنا قدّرني وجِبت يا بنات حافظات خفيفة كده للصيف، بتبقى طالعة لسه جديدة يعني في السوق بس مش عارفة أسعارها بصراحة، بنشوفها يعني على النت وكده عارضينها، بس مش عارفة بقى الطبيعة أو الحقيقة هتبقى نفس المعروضة والّا إيه، بس أنا عايزة أروح نشوفها أنا بنفسي، لإن أنا ما بنحبش الحاجة تيجي أونلاين كده على البيت، جرّبت كذا حاجة تيجي لي أونلاين على البيت بصراحة ما بتبقاش زي اللي بتبقى معروضة يا بنات، فأنا قُلت إن أنا إن شاء الله بإذن الله نفضّي نفسي يوم كده وجوزي يكون موجود ونروح إن شاء الله بإذن الله نشوفها، لو عجبتني والسعر كان هويّن على حسب إمكانياتي وعلى حسب اللي في إيدي ماشي هنجيبها، طلعت حاجة عالية يعني بصراحة مش هنكذب عليكم، لأ أنا كده بنقضّي الصيف من غير فرش خالص، يا دوبك بس بنمسح ونكنس كل يوم بقى ونحس بالترطيب ونحس بالنضافة كده والانتعاش بتاع الصيف اللي إحنا بنحبه كلنا وده، فإن شاء الله بإذن الله اللي ربنا مقدّره بقى هو اللي هيكون.
خلّصت الحمد لله، وجيت بقى على التسريحة برضه نزّلت كل اللي فيها، أمّا بقى الحاجات الصغيّرة يا بنات اللي الولاد بُصّوا بوّظوا الدنيا والله العظيم عندي وسام يعني، لمّا نغفل بس كده شوية عنها أو نسهى شوية نبُص نلاقيها منزّلة كل حاجة مكركباها خصوصًا الأكلادور بقى. يعني بهدلت لي بيه حاجات كتير، بهدلت لي بيه التسريحة، وبهدلت لي بيه برضه في هدومي، يعني ممكن تحط في ضوافرها كده وتلاقي مثلًا الضفر زاد عن حدُّه، أي حاجة قدّامها مسح فيها، والله وغلبت نقول لها ونفهّمها، يا وسام كده بوّظتِ حاجة ماما مش عارفين إيه، فأحلى حل بقى وأحمد كمان بيقلدها، يعني اللي وسام تعمله أحمد يروح يقلده، فأحسن حل جيت عاملة إيه بقى يا بنات، شايفين التسريحة عندي التسريحة دي أصلًا عمولة، يعني مش التسريحة بتاعتي، التسريحة بتاعة أوضة النوم لأ، جوزي شافها برضه على النت تمام، فصوّرها وخدها راح لنجار قال له: "أنا عايزك تصمم لي التسريحة ديّة." عشان خاطر برضه إيه الولاد كانوا اتبهدلوا أوي، وسام ما كانش لسه أحمد يعني اتولد، بتبهدل الحاجة وكده، فصممها بس طبعًا ما صممهاش نفس اللي إحنا كنا عايزينه يعني، فوجئنا بيها بالمنظر ده، هي كويسة وكل حاجة بس بصراحة مش ديّة اللي إحنا كنا عايزينها، أمّا بتاعة التسريحة الأصلية أنا شايلاها ورا سرير أوضة الأطفال، هي صغيّرة كده مش بنفس الحجم ده، هي دي بس عشان رفوع وأرفف كنا عايزين يرفعوا الحاجة فوق، فهُم طبعًا كبروا فحطّوا الكرسي ويطلعوا على الكرسي يجيبوا كل حاجة، ففيها رف أهوّة اللي هو دهب مفتاح تمام، حتى أنتم شايفين اللي أنا شايلة منه الأُكَر بتاعته، وبرضه قافلاه، وشِلت بقى الحاجات الصغيّرة الأكلادور والحاجات بقى اللي هي كانت بتبهدل لي بيها الدنيا وقفلت عليها في المكان ده عشان خاطر طبعًا مش هتعرف توصل لها غير لمّا أنا ندّيها المفتاح أو أنا نفتح لها وكده ونحط لها. بس بصراحة ريحتني كتير، يا ريتني الفكرة دي جات على دماغي من زمان بعد ما بهدلت الدنيا معايا، حتى الأزاز بتاع التسريحة شيلته برضه عشان كانوا بيطلعوا فوق التسريحة من فوق يحطوا الكرسي ويطلعوا فوق التسريحة، فكانوا بيكسروه، يعني كسروا منه حتة، حتة صغيرة كده شرخوه فاهمين، فصلوه نصين، فأنا خُفتهم يطلعوا عليه تاني مكان الفصل ده يعور رجليهم والّا حاجة، شيلته برضه كله يا بنات، وقُلت هنخليها على الخشب بس فقط لا غير، بكرة يكبروا إن شاء الله بإذن الله ويعرفوا وكل طفل بيعيش مرحلته، يعني أهم حاجة برضه اللي إحنا بنطوّلوا بالنا على قد ما بنقدروا. أنا عارفة طبعًا اللي بيبقى إرهاق علينا وبُصّي ومناهدة والكلام ده كلّته، بس الواحد على قد ما بيقدر بيحاول يمسك أعصابه شوية، بيحاول يفهّمهم شوية الكلام ده كلّته، ولمّا تيجي بقى حالة خلاص ما فيش تفاهم خالص، لأ والله ساعات بنضرب، مش هنقول كُنّا مش بنضرب يا بنات والله عشان ما يبقاش بقى اللي أنا أم مثالية يعني، لأ، ساعات بنضربهم والله، بس طبعًا لمّا بنضربهم بُصّي قلبي بيبقى من جوّاه كده بُصّوا ربنا يا رب ما يحرمنا منهم أبدًا يا رب، آمين يا رب العالمين. خلّصت الحمد لله وطلّعت ملاية بقى بسيطة يا بنات كده فرشتها على السرير، طبعًا المفرش ده معايا من فرحي، يعني دلوقتي بقى له 13 سَنة. أنا يا بنات عايزة نجيب مفارش من اللي هي طالعة بقى الجديدة والكلام ده كلّته، بس أنا عندي مفارش كتير من النوعية ديّة، يعني أنا دلوقتي عندي حوالي 15 مفرش، 16 مفرش لسه بعلبتهم بنفس النظام اللي هم المفارش اللي كانت طالعة الأول قبل ما تطلع بقى المفارش اللي هي لسه جديدة بأستك والكلام ده كلّته. والله مستخسرة حرام، نقول طب دُولة يروحوا فين؟ طب يعني أنا نجيب ونكوّم في الدولاب وخلاص والّا إيه النظام؟ فمش عارفة محتارة، بس يعني الأكيد الخيار الصواب اللي أنا مش هنجيب، لأ حرام يا بنات والله العظيم في غيرنا يعني بُصّوا عاوز حاجة بس تستره كده، تستره، يبقى لِك باقول لِك أنا عندي كمية مفارش ممكن نفتح لكم الدولاب، أنتم اخواتي طبعًا يا بنات، أنا يعني الأيام ديّة وحبيبتي يارا والله يا يارا أنا على قد ما بنقدر اللي أنا بننزّل فيديوهات، على الأقل حتى يوم ويوم ربنا يقدّرنا ننزّل فيديو، يعني نصوّر يوم تاني يوم نمنتج، لإن طبعًا بياخد من وقتي والكلام ده كلّته، بتقول لي: "إيمان حاولي تنزّلي فيديوهات كتير." لإن أنا طبعًا بنحب كإنِّك بتكلميني يعني، لإن أنا بصراحة مش بنكلم حد بُصّي يا يارا أحسن حاجة والله العظيم البُعد، صدقيني بتكسبي حاجات كتير، كتير، لإن أنتِ بتقعدي مع الناس بنية صافية وقلب صافي وكل حاجة بتبقى بُصّي من قلبِك صافي كده من جوّه واللي قدّامِك بيحوّرها لطريق تاني، أنا عارفة وطبعًا وموقنة بالله إن في رب كريم وفي رب رقيب، بس إحنا كبشر، إحنا بشر بنزعلهم وبنفرحهم وبنتضايقوا والكلام ده كلّه، فليه نضايقوا نفسنا على حاجة ما تستاهلش، وليه نضايقوا نفسنا على هاقول لِك إيه، ربِّك رب قلوب زي ما قُلت لكم يا بنات قبل كده، ربنا هو اللي مطّلع على قلبي وقلبِك هو اللي مطّلع على نيّتي ونيّتِك، فعشان كده أنا نصيحتي ليكِ خليكِ في بُعدِك أحسن والله العظيم بجد، يعني الوقت اللي أنتِ بعيدة فيه دهوّة وبدل ما تقعدي وتتكلمي وحوارات وكلام ما لهوش لازمة كلّته مش هنقول لِك اقطعي صلة الرحم لأ طبعًا، دي حاجة ودي حاجة، السؤال بس الأدب والاحترام ما فيش أكتر من كده، أمّا مثلًا كدهوّة الحوارات والقعدة والكلام ده كلّه بلاش منها خالص، التجمعات بلاش منها خالص يا بنات، الوقت اللي أنتِ بتبقي لاقية نفسِك فاضية فيه والله العظيم بجد يا بنات امسكوا المصحف اقرا لِك فيه صفحة والّا 2، امسكي سبحتِك استغفري بيه، صلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة اكتسبيه في حاجات تفيدِك في دنيتِك وفي آخرتِك، إنما القعدة والله جرّبتها بدل ما نبعد ونقرّب، نبعد ونقرّب، كل ما نقرّب
ما نلاقيش غير مثلًا التجريح والكلام اللي هو ما لهوش لازمة النفسية الوحشة والكلام بيتقلب، وممكن بعد كده تبُصّي تلاقي اللي أنتِ كنتِ بتتكلمي بنيّة صافية وفاتحة لقلبِك ونيتِك صافية وما فيش أي حاجة، تلاقي الناس اللي حواليكِ سبحان الله ربنا يقدّرهم ويقويهم ويعينهم ويدّيهم على قد نيتهم وعلى قد ظنهم وعلى قد اللي في دماغهم، والله العظيم ربنا كريم يا بنات ما بيدّي لحد حاجة غير هو فعلًا يستحقها، واصبري وما صبرِك إلا بالله. بس أنا بس وضّحت لِك يا سارة يا حبيبة قلبي، اوعي تفكّري إن أنتِ بتعملي كده حاجة وحشة، بالعكس استفيدي بس في الوقت اللي أنتِ قاعدة فيه ده، وادعوا لها يا بنات إن ربنا يعطيها يا رب ويرضيها بالذرية الصالحة كده اللي تونسها وتسعدها، وإن شاء الله بإذن الله يا حبيبة قلب أختِك ربنا هيعوّض صبرِك وكل اللي تعبِك ده في الدنيا خير إن شاء الله بإذن الله، وهتيجي في يوم من الأيام كده تقولي لي يا إيمان الحمد لله ادعي لي وباركي لي ربنا جبر بخاطري وعطاني ورضاني، لإن ربنا رب كريم وعظيم وعمره ما بينسى عبده أبدًا، بس أهم حاجة استغفري واوعي تيأسي من الدعا يا يارا، اوعي تيأسي، صدقيني في وقت إن شاء الله بإذن الله ربنا هيجبر خاطرِك بكل ما تتمنيه، وادعوا لها بالله عليكم يا بنات. طبعًا أنا عرضت أصلًا على المنتدى أكتر من مرّة إن أنتم تدعوا لها، بس هي فعلًا والله العظيم أكتر من أخت، وأنتم كلكم ربنا الأعلم أنتم عند إيه في القناة. أمّا جيهان بقى لها كذا فيديو مش باينة بصراحة، بنقلق عليها كتير، يعني مش عارفة ما كانتش بتنفصل خالص أو بتنقطع خالص على فيديوهاتي، بس طمنيني عليكِ يا حبيبتي، أنا عارفة لعل المنع خير إن شاء الله بإذن الله، وأنا عارفة اللي بيمنعِك عني حاجة تكون أقوى منِّك، بس إن شاء الله بإذن الله تكون خير يعني. رجعت تاني بقى أقول لكم على المفارش يا بنات، مش عارفة نطلع من هنا لحد هنا. أمّا بالنسبة لأوضة الأطفال يا بنات، أوضة الأطفال أنا أصلًا كنت متجوّزة بمفارش من اللي هي العادية فاهمين، وكمان كان البطاطين أو اسمها إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، المراتب كانت مراتب قطن، فالمراتب القطن بتبقى حجمها مش عالي جامد، أنتم فاهمين قصدي؟ فأنا بصراحة هنجيب مفارش لأوضة الأطفال، لإن المفارش عندي بتبقى قصيّرة، نيجي نفرشها شكلها مش حلو خالص، مش مديّة منظر حلو خالص على السرير، وكل شوية تتزحلق وتُقع لإن هي صغيّرة على حجم السرير بتاعي فاهمين؟ فإن شاء الله بإذن الله هنجيب قبل العيد بإذن الله أنا ما باحبش نقول حاجة غير لمّا نعملها بصراحة، لإن لمّا نقول حاجة مش بتنعمل، مش عارفة في حد زيي والّا إيه يا بنات؟ مش عارفة بقى الحتّة دي بالذات يعني. شايفين بقى خلّصت يا بنات أهوّة الأوضة، جِبت بس كلوركس ألوان كده بشوية مَيّة سخنين دافيين من الحنفية بتاعتي أو من السخّان، ومسكت بقى الأرضية كده بشوية مَيّة بُساط خالص، عشان خاطر طبعًا المَيّة بقى ما تبهدلش تحت السرير وتجري مني تحت السرير، وأنتم عارفين إن أنا حاطة حاجات كتير تحت السرير، وبالمكنسة برضه دعكت الأرضية كده بقى حاجة ملزقة، حاجة مكان ما حاطة رجلِك، الكلام ده كلّته، وبعد كده سحبت بقى الرغاوي كلّها كده بالمساحة على برّه، على البلكونة، لإن عايزة نمسح البلكونة برّه معايا برضه. بصراحة يا بنات لأ، النضافة بتفرق، النضافة بتفرق سيبكم بقى من العرق والبهدلة والكلام ده كلّته، بس تيجي تنامي بالليل كده وأنتِ حاطة راسِك على مخدتِك وشامة ريحة نضافة أوضتِك والدنيا منوّرة جنب منِّك كده، بتحسي إن فعلًا بتقولي ياه! أنا قد كده أنا كنت قاعدة ومتكاسلة سايبة البيت كلّه وسايبة الشقة بتاعتي كده، ابداها زي ما قُلت لِك واحدة، وطلّعت وفرت كده حاجة بسيطة برضه فرشتها على السرير، لإن خلاص كده إن شاء الله بإذن الله نغسل بقى البطاطين لإن كده خلاص يعني أنا خدت مُدتي في الكسل، والله يا بنات مش كسل، بس جسمي فيه ضبح وفيه نشر فظيع، نشر كده في جسمي مش عارفة، رقابي كده في ضهري، بنحس نقوم من النوم عايزة ننام تاني. بنبقى ماشية كده حاجة بتنشر في جسمي، فمش عارفة والله العظيم، وضهري برضه كنت يعني عاملة أشعة رنين قبل كده على ضهري والكلام ده كله، فعامل تاني وجعني تاني، عايزة أروح برضه بالأشعة تاني لدكتور تاني، فادعوا لي والله يا بنات، هو ده اللي بيخلّيني بس اللي أنا يعني التكاسل والكلام ده كله، بس مش تكاسل ده يعني أعراض عندي في جسمي، وطبعًا أنتم متعودين معايا يا بنات والله اللي إحنا بنشجعوا بعض وبنتنشطوا مع بعض، وأنا كمان زي ما قُلت لكم باتنشط بيكم، فقُلت لأ خلاص بقى خلّصت، قبل ما نخش المطبخ بتاعي كنت خلّصت بقى برّه يا بنات، خلّصت الرُكنة وخلّصت قصدي خلّصت الأنتريه وخلّصت الصالة برضه، وخدت معايا بقى الحمّام بالمطبخ، قصدي الحمّام بالحوض بتاعه والكلام ده كلّه، ودخلت بقى على المطبخ بتاعي، لمّيت كل المواعين زي ما قُلت لكم إن الأيام ديّة المَيّة بُصّوا مزهقانا بصراحة، فكنت مطلّعة الفرخة بتاعتي حاطاها في دقيق بالمحلول بتاعي دقيق كده بملح، ولو عندِك خل، عندِك ليمون، بس أنا كنت حاطة دقيق بملح وخلاص، سِبتها عشان خاطر بقى بنحب الفراخ كده تتنقع يا بنات، أنا غاسلاها وكل حاجة، وكنت حاطاها في الفريزر مغسولة، بس بنحب ننقعها تاني قبل ما نتبّلها. وقُلت بقى نخش إن شاء الله بإذن الله نغسل المواعين بتاعتي مش هتاخد منّي وقت، وتشجيع بقى ونشاط بقى وبُصّوا ساعة ما قُلت لكم والله يا بنات ما دخلت الأوضة وحطيت المَيّة ودعكت وغسلت وحسيت بريحة النضافة وريحة الكلوركس الألوان، ومشيت بقى في الصالة والأنتريه والكلام ده كلّه، كان الولاد جُم بقى في الوقت ده بصراحة يعني، كان في فرح جنبنا عند جيراننا ويعني إيه
عمتهم ومرات عمهم كانوا رايحين الفرح وكده، فطلعوا خدوهم معاهم. فأنا قُلت بقى نستغل الوقت ده وهُم برّه ون ونخلّص الشقة بتاعتي. في الوقت بقى ده كان هُم جُم، يا دوبك كده كنت عاملة لهم مكرونة اسباجيتي من اللي هي العادي دي، كنت سالقة لهم بيض في العشا قبل ما يمشوا، فجُم قالوا: "يا ماما إحنا جعانين." سخّنت لهم تاني المكرونة برضه، حطيت كل واحد طبق كده وقعدتهم قدّام التلفزيون، وقُلت لهم بقى عيشوا حياتكم ربنا يهديكم ويصلح حالكم طبعًا، ووفّقت ما بينهم الأول قبل ما نخش المطبخ عشان ما نسمعش أي حاجة طبعًا، بس برضه لازم يعني الحمد لله، الحمد لله. أنا يا بنات بنتكلم معاكم على الطبيعة مش يعني أنتم ممكن حد يقول لي خبر إيه ما أنتِ نازلة مثلًا الولاد، لأ ده دُولة نعمة وفضل وبُصّوا وعزة وكرامة والحمد لله ربنا ما يحرمش حد منهم، بس في بنات كتير بتبقى متضايقة من الحاجات دي، أنا عارفة إن هُم بيتضايقوا وكل حاجة، ونفسيتِك تبقى عايزة ترتاحي شوية، عايزة تاخدي مثلًا استراحة من اللي أنتِ من المعاناة اللي أنتِ بتعانيها طول اليوم، بس والله العظيم يا بنات يعني أول ما مشوا كده وراحوا ولبسوا وطلعوا وقفلت باب الشقة وحسيت إن أنا لوحدي، يمكن سهيت في التصوير شوية. بس بُص حاسة اللي حاجة مفتقداه مش حاجة، أساسي مفتقداه، أنتم فاهمين قصدي؟ بقيت شغّالة كده حاسة كل شوية نطلع على البلكونة ونبُص فاهمين نفتح الباب حاسة إن حد بينادي في وداني، فربنا ما يحرمش حد منهم أبدًا، 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 مهما يكونوا هُم بيعملوا إيه بيخلّوا إيه، بس لا، لأ، ده بُصّوا ده نعمة وفضل وعزة وكرامة زي ما قُلت لكم الحمد لله، الحمد لله، ربنا ما يحرمش حد منهم أبدًا، ويعطي كل مشتاق بما يشتاق، ويا رب، يا رب كده يرزق كل واحد يا بنات باللي بيتمناه في الخير الصالح ليه. خلّصت الحمد لله المواعين بتاعتي يا بنات، شغّلت السخّان كده شوية مَيّة سخنين، على شوية مَيّة بقى من البتاعة من البتاعة دي، من الحنفية، وطبعًا شايفين الصينية بتاعتي كده كنت حاطاها على الرخامة، مش أنا والله كان جوزي اللي حاططها على الرخامة، كنا واكلين وشال الصينية كده دخّلها، فهو ما كانش موسطن الصينية، يعني مش حاطط الصينية في النُص الرخامة طبعًا، وأنا ما أخدتش بالي، فكان عليها أطباق، فأنا شِلت الأطباق من يمّيت جوّه، وهي كانت إيه متحرّفة يمّيت الطرف فاهمين، فالتُقل كان برّه فوقعت بقى على الأرض انكسرت، بس كده أنا عندي حاجة هنلزقها إن شاء الله بإذن الله. طبعًا هتقولي يا ما أنتِ زعلانة عشان صينية، يا بنات والله العظيم دلوقتي الحاجة بقت نار اتضاعفت. ماشي، والحاجة مثلًا الدخل بتاعِك زي ما هو، يعني الحاجة اللي هتنكسر منِّك والله ما هتعرفي تعوّضيها تاني، غير بقى بُصّي هاقول لِك إيه، ممكن تستسهلي حاجات طبعًا، بيتِك محتاج حاجات، ولادِك محتاجين حاجة، فأنتِ مش هتروحي بقى تجيبي الصينية هتستكفي باللي عندِك، أنا الحمد لله عندي الحمد لله وربنا ميسّر الحال، عندي حاجات برضه لسه كتير، بس والله لمّا لقيتها انكسرت زعلت خلاص يا بناتي، فقُلت الحمد لله، الحمد لله قدّر الله ما شاء فعل، والحمد لله اللي جات على قدِّك، الصينية مش مهم، صينية، كوباية، ما إحنا ياما بنكسّره، بس أنا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب، يعني إيدي يا بنات مش باللي بتكسّر على طول، أنتم فاهمين؟ الله أكبر يعني على نفسي، مش باقول عليكم والله، أنا ساعات بنتكلّم في حاجة عن نفسي، أنا اللي بنحسد نفسي والله، فاهمين؟ مش من النوع بقى اللي يعني أي حاجة نمسكها كده تُقع وتنكسر والكلام ده كلّه، عزيز خالص يعني الحمد لله. فالحمد لله خلّصت كده بقى وإيه، جِبت الصفاية بتاعتي البسيطة دي برضه، قعدت أقول لكم عايزة نجيب صفّاية من اللي هي زي بتاعة أيكيا، من اللي هي بتاعة أيكيا، فدلوقتي كانت تمنها ب100 جنيه، رُحت نسأل عليها لقيتها ب160 جنيه، يعني زادت 60 جنيه، فاهمين؟ والله كنت سائلة عليها قبل الحوار بقى الغلا والكلام ده كلّته كانت ب100 جنيه الأصلية، واللي هي مش أصلية كانت ب80، رُحت للأصلية تاني عشان نجيبها بقى لي أسبوع والّا حاجة، لقيتها ب160 قُلت له: "لأ خلّيها لمّا تكمّل ال200 جنيه نبقى ساعتها نضطر إننا نجيبها." مالها ديّة، أهي واخدة برضه الأطباق بتاعتي والحمد لله وصفّيتي، وعلى الأقل بتفكّرني بقى أيام الفرح، أيام ما كنت داخلة بيها كانت بُصّي ياه! الحاجات دي كانت حاجة يعني كل حاجة الحمد لله كان ربنا محلّاها في عينيكِ، لإنِّك حاجتِك أنتِ اللي شارياها، أنتِ اللي فرحانة بيها، فالحمد لله والله يا بنات يعني. يا رب الفيديو النهارده يكون شجّعِك، ورب يكون إن أنا بقى إيه، طلّعتِك من الmood اللي أنتِ فيه وسايرت معاكِ شوية أهوّة، واتكلّمت معاكم كلّكم يا بنات أهوّة، والله العظيم بجد أنا حاسة إن أنا باتكلّم معاكم كإنّكم قاعدين معايا في الأوضة، يعني دلوقتي بنمنتج الفيديو وأنا في أوضة الأطفال، يا دوبك كده يا بنات جهّزت الفطار تمام، كان بابانا هنا يعني فبعدين جاله مشوار قال لي إيه: "افطروا أنتم ووسام على ما نيجي." فطبعًا لأ مش هنفطر يعني، أنا أكّلت وسام حاجة كده خفيفة، وسِبت الفطار جوّه زي ما هو، فقُلت إن أنا إن شاء الله بإذن الله نخش نمنتج الفيديو عشان خاطر النت حبيب قلبي اللي طبعًا مصاحبني ورافع راسي دايمًا يعني، بجد يعني النت عندي رافع راسي، نقول لكم إن أنا هانزّل الفيديو النهارده يقعد يومين على ما ينزّل لكم الفيديو، فزمانكم بتقولوا إيه يا إيمان هو أنتِ عمّالة تضحكي علينا، فوالله برضه النت يعني. خلّصت الحمد لله، وبعد كده بقى إن شاء الله بإذن الله هنجيب بقى فرخة بتاعتي يا بنات ونتبّلها، هنتبّلها من بالليل عشان خاطر نشويها الصبح إن شاء الله بإذن الله، ويا رب كده ربنا يقدّرني إن شاء الله بإذن الله نمنتج لكم الفيديو وننزّله لكم إن شاء الله بإذن الله. فيديو بقى غدا بسيط كده إن شاء الله، فقُلت إيه بابانا زي ما قُلت لكم كان جاي
يعني أنا عاملة الفيديو ده قبل صباحية ما يكون جاي، فطلّعت الفرخة قُلت اللي أنا نتبّلها إن شاء الله ونعمل جنبها بقى شوية فاصوليا بيضا، إحنا بنحب الفاصوليا البيضا في ريح الفراخ المشوية، فجيت ما لقيتش فاصوليا بيضا بصراحة، فلقيت أختها برضه يعني لوبيا، فقُلت اللي هنعمل لوبيا إن شاء الله بإذن الله مع طاجن رز معمّر كده وخلاص نعمله في الفرن، ف طبعًا بنشم ريحة الفراخ يا بنات، بنشوف ريحتها إيه يعني. فبصراحة اللي حصل يعني هاكمّله لكم بقى عشان ما نحرقش الفيديو التاني اللي هينزل بعد ده إن شاء الله بإذن الله، ربنا بيبقى ميسّر الحال والله ورازقنا من حيث لا نحتسب، شايفين بقى يا بنات لمّا نقّعت الفرخة كده بالدقيق بالملح شايفينها بُصّي راح جسمها أبيض زي البفتة كده. أنا باحب بقى الفراخ تبقى باللون ده، خاصةً بقى الفراخ البيضا، الفراخ البلدي بسم الله ما شاء الله، أقل حاجة كده بتنضّفها ما تبقاش فيها ريحة زفارة، تبقى ريحتها بس وشوربتها بكفاية يعني، فمش عارفة أنا طبعًا الفراخ اللي أنا كنت مربياها معاكم في رمضان كلّها دبحتها، ما فاضلش اللي هُم 2 بس اللي هُم ببيضهم، فبصراحة عايزة نجيب شوية فراخ تاني، فجوزي رافض خالص بيقول لي: "لأ بهدلة والأكل غالي والكلام ده كلّه، قُلت أنا نجيب لِك الحاجة جاهزة وكل حاجة." فطبعًا الحاجة اللي أنتِ تبقي مربياها في بيتِك يا بنات لأ طبعًا غير الحاجة اللي أنتِ بتبقي جايباها جاهزة خالص، خالص، أنا جرّبت ده وجرّبت ده طبعًا، فإن شاء الله بإذن الله خير يعني اللي ربنا بقى ميسّره إن شاء الله هنعمله. فدلوقتي بقى زي ما أنتم شايفين أهوّة طلّعت طماطم يا بنات دخلت بقى التلاجة بتاعتي طلّعت الطماطم بقى اللي هي الطرية اللي خلاص يعني خلاص هتبوظ منّي، قُلت اللي أنا هنعمل بيها التتبيلة، طلّعت 3، 4 بس 3، 4 صفوا يمكن على 2 يعني طلّعت حاجات منهم كتير، وقرن الفلفل كانوا موجودين عندي مع بصلاية مع فصين توم مع معلقتين لبن رايب كده حطيتهم أهُمّة، معلقة خل، معلقة زيت، عصرة ليمونة برضه، البهارات بقى الموجودة عندي بهارات فراخ، بهارات مشكّلة، فلفل برضه، ملح، كمون، توم باودر، بصل باودر، كل البهارات الموجودة عندي يعني التتبيلة والكلام ده كلّته، ونقطة برضه بابريكا كده تكون مدخنة يا بنات عشان ريحة بقى الفراخ تبقى زي ما تكون أنتِ حاطاها كده في دخان قولوا معايا الفحم والكلام ده كلّه، طبعًا بنحط كده فحم، فأنا كنت هنشويها بصراحة على الشواية تمام، فأنا إيه جيت الصبح عشان أشغّل البوتاجاز بتاعي يا بنات تحت وفوق لقيت إن البوتاجاز العيون بتاعته هي أصلًا بقى لها فترة، زي ما تكون مش راضية تمشي معايا، لازم نمسك بِنزة ونقلع الإيد ونفُك الزرار بتاع الشواية بالذات أو بتاع اللي هو اللي بيبقى شغال تحت، فأنا قُلت ليه طَب أنا عايزة نهدّي النار، عايزة نعلّي النار، كل شوية نمسك بِنزة وأنا بسم الله ما شاء الله صحتي قوية يعني، فأنا قُلت إن شاء الله بإذن الله هنشويها في الصينية وإن شاء الله هاشوفها في الفيديو الجاي بإذن الله، بإذن الله، وطلعت بسم الله ما شاء الله، شويتها برضه في الصينية كده هدّيت عليها النار، وبعد كده حطيت لها الفحمة بتاعتها، وإن شاء الله بإذن الله برضه هنشارك معاكم الفيديو الجاي، أتمنى يا بنات الفيديو النهارده يشجعِك ونشّطِك، وإن شاء الله بإذن الله تكوني استمتعتِ في المشاهدة في الفيديو بطوله، طبعًا شايفين أحمد بيسمع صوت الخلاط يا بنات يجري، نعمل أنا يا ماما، كإنه سبحان الله أول ما نشغّل الخلاط كده نبُص نلاقيه جاي لي. فخلاص بقى مسكت الفرخة كده إيه، فتحتها زي ما أنتم شايفين أهوّة، وحطيت بقى كل التتبيلة عليها يا بنات، وننقعها بقى في التتبيلة كده ونحطها في التلاجة لغاية بإذن الله تاني يوم بقى على ما نبدأ كده إن شاء الله بإذن الله الغدا بتاعنا، وده كان الفيديو بتاعي النهارده إن شاء الله بإذن الله، بس فتحيها بقى عشان خاطر كل الصدور أنتم عارفين الصدور بتاخد سِوَى كتير، وفي نفس الوقت بقى عشان تتبليها يعني، وجبت بس رشة ملح كده حطيتها عليها بحيث حسيت إن التتبيلة مش مملحة كتير، وخلاص نغطيها بقى وندخّلها إن شاء الله بإذن الله التلاجة بتاعتي، وإن شاء الله بإذن الله تاني يوم بقى نكمّلوا الفيديو، ونرجّع كل حاجة في أماكنها مكان بقى ما كنت ماسكة البهارات والكلام ده كلّه تلميعة كده بسيطة، عشان خاطر طول ما إيدِك زي ما قُلت لِك في الحاجة بتفضل الحاجة معاكِ نضيفة يا بنات، ما بتحتاجيش اللي أنتِ تغسلي ولا تنضّفي ولا الكلام ده كلّه، البقولية بتاعتي عشان ننقعها من بالليل زي ما قُلت لكم عشان أنتم عارفين البقوليات يا بنات بتحتاج بس إن هي تتحط في المَيّة مثلًا على الأقل خالص 8 ساعات عشان خاطر بقى الانتفاخات والقولون، وإحنا أصلًا يعني معدتنا بسم الله ما شاء الله مستوية يعني الحمد لله يا رب، الحمد لله. هننقعها وخلاص جينا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.